السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هكلمك عن 3 طرق. ال3 طرق ده هماتي لو عملتهم في قناتك هتحصل على أول 1000 مشترك في وقت قصير جدا. وطبعا ال3 طرق ده هماتي ومجربين في أكتر من قناة، وطبعا هتلاقي ناس كتيرة بتحكي عليهم في اليوتيوب. طبعا لازم تسمع فيديو النهارده من البداية للنهاية، وإنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك فيديوهاتنا القادمة أول بأول. ويلا بينا نقول لك على ال3 طرق. طريقة اشاركها معاك في فيديو النهارده. فكرة الفيديو لازم تكون عارف ان فكرة الفيديو هي اللي هتجيب لك مشاهدات ومشتركين. لو ما جابتش معاك عدد مشتركين في البداية اعرف انها هتجيب لك عدد مشاهدات ومشتركين في وقت يكون الفيديو ده او عنوان الفيديو دوتي في ناس بتبحث عنه. طول ما في ناس بتبحث عن فكرة الفيديو دي اعرف انك انت هتجيب مشاهدات ومشتركين، حتى لو كان البحث قليل في البداية. بس اعرف ان كل ما قناتك بتنزل افكار فيديوهات كويسة ان فيديوهاتك هتظهر في محركات البحث اكتر. لازم تعتمد على فكره فيديو سواء في الفيديوهات الشورتس او في الفيديوهات الطويله، لانك انت لو اعتمدت عليها في الفيديوهات الطويله برضو بتظهر في البحث، وبرضو لو عملتها في الفيديوهات القصيره برضو هتظهر في البحث. ودي كانت اول طريقه. طريقة أشاركها معاك في فيديو النهاردة هي البث المباشر والفيديوهات الشورتس. لازم تهتم بالبث المباشر والفيديوهات الشورتس. لازم تكون عارف إن الفيديوهات الشورتس والبث المباشر هيجيبوا لك عدد كتير جدا من المشتركين، وغير كده الفيديوهات الشورتس بتجيب مشاهدات كثيرة جدا من غير ما تظبط لها إعدادات سيو. لازم تكون عارف ان البث المباشر لو بتقدم فيه معلومات قيمة او معلومات مفيدة، الناس اللي في البث المباشر واللي حضرت معاك البث المباشر هتشترك في القناة من خلال انك انت تقول لها اعمل اشتراك في القناة. وبرضه في فيديوهات الشورتس انت بتوصل فيديوهاتك لعدد كبير جدا، لان اليوتيوب بيقترح الفيديوهات الشورتس، لان الناس بتقلب في الفيديوهات الشورتس ففيديوهاتك ممكن تظهر قدامهم. لازم يكون عندك جذب الانتباه في البداية، بعد كده تطلب منهم الاشتراك. لازم تقدم محتوى مفيد، يعني انك انت لو قدمت محتوى مفيد هتقدر تجذب عدد المشتركين سواء في الفيديوهات الشورتس او سواء في البث المباشر او في الفيديوهات الطويله. ودي كانت تاني طريقه. تالت طريقة أشاركها معاك في فيديو النهاردة اهتم بالمنتدى تابع لقناتك. لازم تكون عارف إن المنتدى اليوتيوب في الفترة الأخيرة مركز عليه جدا، مع إن المنتدى ممكن المشتركين في قناتك يقدروا ينشروا حاجات في المنتدى اللي تبع قناتك. وطبعا لازم يكونوا مشتركين في القناة عشان خاطر ينشروا أول 24 ساعة. يعني كمان مش هيقدروا ينشروا، بس لازم يكونوا مشتركين في قناتك. الناس المشتركة في قناتك بس هي اللي تقدر تنشر على المنتدى قناتك. لازم تستغل وتفتح منتدى قناتك عشان خاطر الناس تبدا تنشر على منتدى قناتك. بس قبل ما يبدوا ينشروا اليوتيوب اجباري هم لازم يشتركوا في قناتك. فدي كانت تالت طريقه اللي ضافها اليوتيوب في الفتره الاخيره. ولو وصلت لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس وصلي على النبي في الكومنتات. وسلام.